ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن تاريخ كلب من افضل كلاب الحراسة ان لم يكن افضلها، وهو الدوبرمان بينشر، او كما هو معروف بالدوبرمان. سبب تسميته بالدوبرمان هو الشخص اللي هجنه. كان اسمه لويس دوبرمان، وكان محصل ضرايب في ألمانيا. كان بيروح البيوت يلم فلوس الضرايب، وهو راجع بيها لمصلحة الضرايب كان بيتم سرقته عن طريق قطاع الطرق. جرب كذا كلب حراسة، ولكنه كان عايز يعمل حاجة مختلفة. كان عايز يعمل كلب شبه الآلة، كلب يكون سريع، شرس، قوي، صامت ومطيع، شجاع ومش خواف، وفوق كل ده يكون ولاؤه شخص واحد فقط، ويكون ملازمه زي دلو. طبعا لازم كمان يكون شكله مخيف، ولذلك جمع كل الصفات دي من أنواع كلاب مختلفة، وفضل يهجنهم مع بعض لسنين طويلة لحد ما وصل للنتيجة اللي هو عايزها من حيث الطباع. ولكن من حيث الشكل، الدوبرمان الطبيعي ودانه بتكون نازلة، وديله بيكون طويل وملفوف، ولذلك قص ديله ودانه عشان شكله يبقى مخيف أكتر. محدش يعرف ايه هي الأنواع اللي استخدمها في الهجين بتاعه، ولكن التقارير بتقول انها أكتر من 7 أنواع كلاب، منها على الأقل نوعين منقرضين حاليا. الدوبرمان الأصلي كان حجمه أصغر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ولكن على مدار السنين تم تغيير دم السلالة إنها تبقى أضخم وأهدى شوية، وده حصل بعد ما لويس دوبرمان مات وتلميذه كمل المسيرة، لأن الدوبرمان الأصلي كان شرس جدا وصعب التحكم فيه. حاليا في عندنا نوعين بس من الدوبرمان. الأول هو الدوبرمان الأوروبي، وده بيكون أضخم وأشرس وصدره أعرض، وبيكون معضل، وبيكون لونين فقط، أسود في بني أو أحمر في بني. السلالة دي تتميز بأن طبعها وشراستها أقرب بكتير لدوبرمان الأصلي، ولكن طاقتها عالية جدا كمان، وشخصيتها قوية متحكمة، ولذلك منفعش مبتدئ يربيها. بتتميز بالشراسة تجاه الحيوانات التانية، وخاصة الحيوانات الأصغر منها، وده لأن غريزة الصيد عندها عالية جدا. النوع التاني هو الدوبرمان الأمريكي، ودي أحدث سلالة من الدوبرمان. بيكون جسمه أصغر ورفيع، ولكن تقسيم العضلي بيكون أفضل. طبعه بيكون أهدى شوية من الأوروبي، ومش بيكون بنفس الشراسة، ولذلك الدوبرمان الأمريكي بيصلح للتربية مع الأسرة أفضل. ألوانه متعددة، منها الأسود في بني والبني المحمر والجراي والرمادي والأبيض. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.